السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في كود كورس أكاديمي والمحاضرة الثامنة من سلسلة تصميم صفحات الإنترنت باستخدام ال HTML5. هنتعلم النهاردة إزاي نضيف الفيديوهات لصفحات الإنترنت بطريقة احترافية تخلي الموقع بتاعنا أكثر جاذبية. قبل ما نبدأ ما ننساش الاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس يوصلنا كل درس جديد بإذن الله في سلسلة ال HTML. ويلا بينا نبدأ ونكتب أكواد الفيديو. اكواد الفيديو هي عمليه اضافه فيديو لصفحات الانترنت بتاعتنا، والكود او التاجات دي من التاجات المهمه جدا في ال HTML، وممكن نعملها بطريقتين. التاجه الاولانيه تاجة فيديو كده، وبيطلع معايا الفيديو. ممكن نكبر شويه. بيطلع معايا التاجة الفيديو فيها كلمه SRC، ده اول اتريبيوت، وده اتريبيوت السورس ان انا بضيف فيه الفيديو او المسار بتاع الفيديو بتاعي اللي انا عايز اشغله. ومعنى كده ان احنا لازم يبقى عندنا فيديو، فاحنا بالفعل انا محضر فيديو عندي. هندخل على الاسيتس بتاعتنا زي ما اتعلمنا في الفيديوهات اللي فاتت. بعد كده هندخل على مجلد الفيديو ونبدأ هنا نضيف فيديو. عملية إضافة الفيديو هنا ممكن ببساطة جدا. أنا عندي الفيديو محضره، هنيجي نسحبه كده نحطه جوه الفيديو كده. بقى الفيديو بتاعي موجود جوه المشروع بتاعي، موجود جوه مجلد الفيديوز، جوه مجلد الاسيتس. طيب، بعد ما عملت عملية الإضافة دي باجي في اتريبيوت السورس وبقول له assets. بعد assets بقول له أنا عايز فيديوز، وبعد كده بقول له كود فيرس. نلاحظ إن الفيديو طالع معانا بالشكل ده، كود فيرس دوت ام بي 4. لما نكبر كده هنلاقي طبعا كبير جدا وفي حاجات فيه مش باينة، فاحنا لازم نعدل الكلام ده. فببدأ أعدله إزاي؟ قال لك أول حاجة لازم تحطها، لازم تحط حاجة اسمها كنترولز. كنترولز، مجرد ما بنضيف كلمة كنترولز دي بنلاحظ ان الفيديو عندي ابتدى يظهر فيه الخصائص انه يبدأ الفيديو. فلما نعمل كده يبدأ يشتغل معايا الفيديو، بس طبعا ده حجمه كبير جدا، فانا لازم اصغر الحجم ده لانه ما ينفعش يفضل بالكبر ده. فممكن هنا نضيف له width يساوي وليكن مثلا 50. طبعا شايفين بقى صغير جدا. ممكن نقول له مثلا 350 كده، فنلاقيه ابتدى يظهر. طبعا لو كبرنا الصفحة معانا هنلاقيه هو مش بحجم الصفحة كلها، ولكن لأن الصفحة صغيرة فبيظهر معايا. طب لو أنا شلت الكنترولز دلوقتي هنلاحظ إن كل الحاجات اللي كانت موجودة هنا اختفت. فكلمة كنترولز كلمة أساسية. بعد كده الويدز بيصغر لي العرض بتاع الفيديو، وبالتالي بيصغر الهايت بتاع الفيديو. ممكن انا اضيف هايت برضو هنا، اتش اي اي جي اتش تي، اقول له يساوي مثلا 150. هنلاقيه ابتدى ياخد شكل مختلف عندي. طيب، الافضل طبعا ان احنا نعمل بالكلام ده بالسي اس اس، ولكن احنا دلوقتي لسه في مرحله ال HTML. فانا هنا بكتب كود الويدز وكود الهايت. دي الطريقه الاولانيه ان انا اضيف بيها فيديو. طب هل في طريقه تانية لاضافه الفيديو؟ اه، في طريقه تانية. طب الطريقه التانية دي بنعمل ايه؟ هندوس انتر كده نكتب فيديو، بس المره دي مش هنكتب السورس هنا، هنكتب هنا كنترولز على طول. هنكتب هنا كنترولز ونيجي هنا هنعمل السورس. خدنا بالنا هنلاحظ ان الفيديو ظهر بس مفيش اي كود معايا، او مفيش اي حاجه بتتكتب في الفيديو معايا، لان انا لسه ما حطيتش الفيديو. بحط دلوقتي سورس بس بكتبها المره دي كامله، وجوه السورس ابدا احط الكود اللي انا عايزه. عن طريقه احط المسار بتاع الفيديو بتاعي. فهقول له سي ار سي، اس ار سي اسف، اس ار سي اللي هي سورس، واجي اضيف له اسيتس، بعد كده فيديوز، بعد كده الفيديو اللي عندي. مجرد ما هعمل كده هيتحط الفيديو، طبعا بيتحط كبير جدا. فنعمل نفس الفكرة بالظبط. شايفين الفرق ما بين ال- الفيديو اللي احنا عملنا فيه ويدز وهايت والفيديو اللي احنا مش عاملين فيه ويدز وهايت؟ فطبعا لازم اضيف هنا الويدز وهايت. طب في الحالة دي بقى بضيف الويدز وهايت هنا ولا بضيف الويدز والهايت هنا؟ تعالوا نجرب الحالتين. لو انا جيت في الفيديو هنا وقلت له ويدز وقلت له هنا 350،
ابتدى بالفعل خد الحجم الويدز الطبيعي وجم جنب بعض. فيش لو انا مصغر هيجوا تحت بعض عشان انا صغرت. طب لو انا خدت الويدز دي وحطيتها في السورس تحت هنا، حطيتها هنا كده، نلاحظ ان هو ما تاثرش بعمليه الويدز. يبقى غلط جدا لو انا هشتغل بالطريقه التانيه، ان انا اشتغل الويدز عندي في كود السورس او في تاجة السورس. لا، ده انا لازم احط تاجة الويدز ده، لازم احطه عند الفيديو هنا كده. طب هتقول لي قبل كنترولز ولا بعد كنترولز؟ مش هتفرق، المهم ان انا بحط الويدز عندي هنا، ونفس الكلام بالنسبه للهايت. طيب دلوقتي انا عملت الويدز، هل في حاجات تانية اقدر اعملها؟ قال لك اه، في حاجات جميلة جدا. في حاجة زي اوتو بلاي. اوتو بلاي لو خدنا بالنا هتلاقي تلقائيا بيبدأ يشتغل لوحده. الفيديو بتاعي بيبدأ يشتغل بشكل تلقائي، في حين ان الاولاني الطريقة اللي احنا حطيناها ما اشتغلش. طب هل انا ممكن في الطريقة الاولانية احط اوتو بلاي؟ اه ينفع، ادي اوتو بلاي. هنلاقيها تلقائيا هما الاثنين ابتدوا يشتغلوا معايا ويدوني التأثيرات بتاعتي. فالاوتو بلاي ينفع في الطريقتين، والكنترولز لازم تتحط في الطريقتين. طب ايه كمان من ضمن الخصائص اللي ممكن نحطها في الفيديو؟ قال لك عندك حاجة اسمها لوب. طب ايه هو اللوب؟ اللوب بيخلي الفيديو كل ما يخلص يرجع يتكرر. فتعالوا نبص كده مع بعض. انا هنا الفيديو مدته 12 ثانية، هيبدأ يمشي معايا، ابتدى يعيد من الاول تاني. طب لو انا جريته كده شوية، ها، ابتدى يعيد تاني. في حين ان الاولاني اللي انا هدوس على تشغيل، ولو جرينا كده شويه احنا وصلنا 10 11، ما رجعش يشتغل تاني. ليه؟ لان انا ما حطيتش كلمه لوب. طيب ايه كمان من ضمن الحاجات اللي ممكن نحطها على الفيديو بتاعنا؟ ميوتد. ميوتد دي بيخلي لي المايك بتاعي او السبيكر بتاعي اللي هو الصوت اللي طالع يتقفل بشكل افتراضي. يعني اول ما يحصل لودنج للصفحه بتاعتي الصوت يبقى مقفول، في حين الاولاني هنا الصوت مش مقفول. ليه؟ لان الصوت الاولاني هنا انا ما حطيتش ميوتد عليه. طب انا ينفع في الطريقه الاولانيه احط كل دول؟ اه، اوتو بلاي، لوب، ميوتد. اوتو بلاي ولوب وميوتد. نلاحظ ان هو بقى بيشتغل بشكل تلقائي والصوت مقفول. ممكن انا بعد كده اشغل حاجه او اعمل حاجه براحتي بقى بعد كده زي ما انا عايز. فالطريقه الاولانيه ينفع نحط فيها الاربع خصائص، والطريقه التانيه ينفع ان انا احط فيها الاربع خصائص. طيب، وينفع اشيل حاجه واحط حاجه طبعا. طب بالنسبه ليا ايه الطريقه الافضل؟ قال لك في عندك حاجتين لازم نعرفهم كويس جدا. لو انت عايز الكود بسيط وسهل وسريع بتستخدم الطريقة الأولانية. الكود بيبقى صغير، تسريعه قصدي آسف، تحميله على الصفحة بيبقى أسرع، فبالتالي بيبقى أفضل. طيب لو انت بقى عايز الكود بتاعك يدعم مجموعة من الخصائص الكتيرة جدا، لا، يبقى هنستخدم بالطريقة التانية. فالطريقة التانية بتدعم خصائص كتيرة قوي. زي ايه؟ زي افرض ان انا عندي دلوقتي ال الفيديو بتاعي ام بي 4. طب افرض ان انا عندي فيديو نفس الفيديو بتاعي كده، بس واخد سورس يساوي اسيتس فيديو كده، وواخد نوع تاني من امتدادات الفيديو، وليكن دبليو ام في مثلا، ايا كان النوع. فهنا بيديني خاصية جميلة جدا، ان لو الاولاني ما اشتغلش التاني هيشتغل على حسب خصائص البراوزر اللي موجودة عند اليوزر اللي فاتح الموقع بتاعنا. الموقع اليوزر فاتح الكمبيوتر بتاعه ما مش بيشغل الام بي 4، فهيشغل الدبليو ام في. جميل جدا. او ايا كان بقى نوع الفيديو اللي احنا هنشغله. فدي اول حاجه، ان السورس هنا ممكن يتغير. طيب الميزه التانيه ايه؟ طب افرض ان ولا ده اشتغل ولا ده اشتغل، ممكن نعمل ميزه حاجه اسمها الفول باك. ايه الفول باك؟ ان احنا هنقول كده براوزر مثلا يور، أو تعالوا نكتب بالعربي، المتصفح لا يدعم هذا النوع من
الفيديوهات. المتصفح لا يدعم هذا النوع من الفيديوهات. معناها ايه؟ معناها ان المتصفح بتاع اليوزر ما بيقدرش يشغل ولا ام بي 4 ولا دبليو ام في. دي بيسموها خاصية الفول باك. الفول باك. طيب ايه الخصائص اللي انا ممكن اعملها؟ قال لك حاجات. انواع الفيديوهات اللي ممكن نعملها، عندي مثلا نوع الاو جي جي. عندي كمان مثلا من ضمن الانواع اللي بتشتغل وليكن الويب ام. دي انواع الامتدادات اللي ممكن تشتغل عند اليوزرز. طيب كمان ايه من ضمن الحاجات اللي الطريقه دي فيها افضل؟ قال لك في الاس اي او، في محركات البحث، في السيرش انجن اوبتمايزيشن، الطريقه دي افضل، بتخلي محركات البحث احسن. طيب ايه كمان افضل؟ قال لك ان الطريقه دي احسن في ان انت لو في عندك ايرور تعرف تصلحه، لان انت محدد جدا. ممكن الايرور يبقى في الكنترولز، الايرور في الاوتو بلاي، ايا كانت الغلطه فين، فهي واضحه في التاجه بتاعتها، اوضح من الطريقه الاولانيه. فالطريقه الاولانيه نلاحظ ان ليها ميزه ثابته، ان هي سهله في الكتابه واسرع في التنفيذ في الصفحه، يعني بتتحمل في الصفحه اسرع. لكن ده بيتحمل في الصفحه ابطا، لكن ليه مميزات تانية زي الفول باك، ان انا بكتب آه، جمله بتبان لليوزر في حاله ان كلهم ما يشتغلوش، بيدعم اكتر من نوع فيديو، حاله الخطا بتظهر بشكل افضل. وطبعا في الاي سي او بتشتغل بشكل احسن. ده كده آه، كود كامل للفيديو، تاجات كامله للفيديو، وازاي نستخدمها وازاي نحط الويدز والهايت. في طبعا خصائص تانية اكثر احترافيه للفيديوهات هنشوفها ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله. اشوفكم على خير في فيديو تاني. ما تنسوش اللايك والشير. السلام عليكم.